السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في عالم السلام. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل كل يوم في المواقع، لكنها من أخطر العمليات اللي ممكن تتعامل معها، اللي هي أعمال الحفر. الحفر اللي في الأرض دي ممكن تبقى بداية مشروع أو بداية كارثة لو ما خدناش بالنا. يعني إيه أعمال حفر؟ الحفر ببساطة هو إنك تزيل طبقات من التربة علشان توصل لمستوى معين، سواء علشان تحط مواسير أو أساسيات مباني أو تمد كابلات. بس المشكلة مش في الحفر نفسه، المشكلة في التربة اللي حواليه وفي اللي ممكن يحصل فجأة فيها. تعال نشوف المخاطر اللي فيها أعمال حفر. انهيار جوانب الحفر، سقوط عمال أو معدات جوا الحفر، وجود كابلات أو مواسير تحت الأرض، تجمع غازات أو نقص أكسجين في المكان، السيول أو تسريب المياه في المنطقة. كل دي حاجات ممكن تحصل في ثواني وتحول الموقع لكارثة لا قدر الله. قبل ما تبدأ الحفر لازم تكون عارف عمق الحفر كام، نوع التربة ايه، رملة ولا طين ولا حصى، هل في مواسير أو كابلات في المكان، طب الجو عامل ازاي، في مطر أو رياح، هل خطة الطوارئ معاك جاهزة. دي حاجات مش رفاهية، دي أساس شغلك. يلا نعرف أنواع الدعم والحماية في الحفر، وهم 3. رقم 1 الانحدار، يعني ميل جوانب الحفرة بزاوية معينة علشان ما توقعش. رقم 2 الدعم، انك تركب دعامات خشبية او معدنية تمسك التربة. رقم 3 التحزيز، دي زي صناديق حديد بتتحط جوه الحفرة علشان تحمي العمال لو حصل انهيار. واي حفرة عمقها اكتر من 1.5 متر لازم يكون فيها وسيلة حماية، ده امر مفهوش نقاش. تعال اقول لك ارشادات السلامة في الموقع. محدش ينزل الحفرة من غير إذن المشرف، لازم في سلم أو وسيلة خروج واضحة، ما تشتغلش لو في مياه متجمع أو تسريب غازات. حط إرشادات وتحذيرات حوالين الحفرة، ابعد المعدات الثقيلة عن أطراف الحفر. طيب إيه الأخطاء اللي بتحصل كتير؟ العامل بينزل يحفر من غير دعم، الونش بيشتغل جنب الحفرة والتربة ضعيفة، في حفرة ومفيش أي تحذير حواليها، يشتغلوا في الليل من غير إنارة كافية. دي كلها مواقف شفناها وانتهت بمصايب. علشان كده نصيحتي لكل عامل أو مشرف، الحفر مش مجرد شغل في الأرض، بخاطر كتير لازم تكون عامل حساب. فلو لقيت الحفرة مش آمنة وقف الشغل فورا. لو شكيت إن في تسريب أو كبل بلغ، خليك حريص وما تستسهلش. لو عايز فيديو عملي عن طريق دعم الحفر أو أنواع التربة وخطورتها اكتب لي في الكومنتات وهنكمل في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. ما تنساش اللايك والاشتراك وشارك الفيديو مع زمايلك في الموقع. أشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.